السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي احسن صحة. عايزة اتكلم معاكم النهاردة شوية عن حاجات هنخليها يعني فضفضة كده، بنتكلم مع بعض كأننا صحاب. وهتحسي في الفيديو ده وانا بكلمك كأن انتي بتكلمي نفسك، او كأن انتي قاعدة قدام مراية وبتكلمي نفسك، او انتي قاعدة مع اختك او صاحبتك المقربة منك جدا وبتواجهك بشوية حقائق، او انتي بتواجهي نفسك وبتواجهيها بشوية حقائق. ف يعني عايزين نوصل لشوية قرارات كده النهاردة. فيلا مع بعض ان شاء الله نبدأ الفيديو. طيب، انا ليه سميت الفيديو فضفضة ليلية؟ احنا يعني انا عايزة اخلي الفيديوهات تنزل بالليل، في وقت بالليل، بحيث ان انتي تتفرجي عليها تبقي ذهنك رايق وفاضية ويكون فيها اقصى استفادة. فالنهارده الفيديو بتاعنا احنا عايزين نتكلم عن ان لو انتي مش عارفه تبداي ازاي في اي حاجه، تعالي اقولك هاتي مشروبك يا ست الكل وتعالي، علشان هنفضفض مع بعض النهارده شويه كويسين، وورقه وقلم لو تحبي. المهم ان انا عايزاكي تطلعي من الفيديو ده باقصى استفاده ممكنه، وتكتبي لي طبعا في الكومنتس تحت انتي استفدتي ايه من الفيديو. طيب، احنا عايزين نتكلم في البدايه ان هحكي لكم قصه صغيره هي عني انا. انا اول ما فتحت قناه يوتيوب فتحتها في 2016 تقريبا او 2018، وانا كنت مبهوره جدا بالناس اللي بشوفهم على اليوتيوب، ومبهوره بالفيديوهات بتاعتهم، وازاي ان هم بيعرفوا يتكلموا، وازاي بيقدروا يوصلوا للجمهور، وازاي بيقدروا يوصلوا فكرتهم وكده. ولكن انا كان عندي رهبه في الموضوع، وعايزه اقول لكم ان انا فضلت عندي رهبه لحد وقت قريب جدا. يعني قعدت تقريبا من 8 ل 10 سنين بشوف الناس وبتابع الناس على اليوتيوب، ونفسي ان انا اعمل زيهم، نفسي يبقى عندي محتوى، وحاسه ان انا عندي حاجه اقدر اقدمها واقدر افيد الناس بيها. ولكن الخوف من الجاهزيه، او الخوف من ان انا مش جاهزه لسه، محتاجه لسه اشتغل على الثقه بالنفس، محتاجه لسه اشتغل على طريقه الالقاء، على الكلام، على ترتيب الافكار. فطبعا كل دي حاجات عقبات انا حطيتها في طريق نفسي، حطيتها قدام نفسي، هي مش حقيقية. بس لان انا عقلي بيميل شوية نحو الكمالية، اللي هو انا يعمل الحاجة مظبوطة قوي 100% بيرفكت، يا اما مش هعملها خالص. ما كانش عندي اوبشن اللي هو ايه، نص العمى ولا العمى كله، لا، انا كان عندي يا العمى يا مش العمى. فطبعا ده مش صح، وده عطلني كتير جدا، عطلني كتير جدا في حياتي عن حاجات كتير. يعني ابسط مثال خالص قناة اليوتيوب، وان انا اقدم محتوى. فزي ما قلت لك انا يعني بدأت عملت القناة بتاعتي من 2016 او 2018، مش متذكرة قوي. ولكن لحد وقت قريب جدا كنت خايفة ان انا ابدأ، وخايفة ان انا اعمل محتوى، وحاسة ان انا لسه مش جاهزة، ولسه ما عنديش مواضيع. كنت بدخل بالساعات وبضيع ايام كتير قوي ان انا افضل اسال شات جي بي تي اقترح عليا محتوى، اقترح عليا افكار، لدرجه ان انا كنت بخليه يكتب لي السكريبت بتاع الحلقات اللي هعملها، وانا ببقى القاء بس مش اكتر. دي حاجات اتدربت عليها بيني وبين نفسي، فهي شجعتني، يعني ادتني دفعه كده قويه الى حد ما ان انا ابدا. بس انا لما تابعت فيديوهات لناس كتير على اليوتيوب وناس بتتكلم عن صناعة المحتوى، لقيت ان عادي ان انتي تعملي فيديو تغلطي فيه، عادي ان انتي تعملي فيديو تبقي مش عارفة تتكلمي، تلجلجي في الكلام شوية وانتي بتوصلي المعلومة. ممكن تعملي فيديو تحسي بعد ما تخلصيه ان هو ناقص، تحسي ان هو لا، ما وصلش معلومة كفاية. فده لقيت ان ده طبيعي جدا، في ناس كتير بتعمل كده. لقيت ان انتي عشان تكسري خوفك من الكاميرا وتكسري خوفك من صناعة المحتوى، ان انتي ابدأي في الحاجة على طول، ما تقعديش تفكري فيها كتير وتقعدي تجهزي لها كتير. يعني انا دلوقتي بدأت بأدوات بسيطة جدا. اللي قدامي دي شاشة اللابتوب بتاعتي، وانا بصور من الموبايل. ولو انت الموبايل بتاعك كويس ممكن تبدأي بيه عادي جدا. انا بس عشان في مشكلة في الصوت بيطلع واطي فاشتريت مايك. تمام. وقررت ان انا هبدأ على طول في صناعة المحتوى. وعايزة اقولك ان دي حاجة يعني
بتشغل الوقت جدا، بتخلي عندك هدف، ان انت تحسي ان انت بتقدمي حاجة، بتقدمي محتوى كويس، بتقدمي قيمة، بتقدمي معلومة ممكن حد غيرك يستفيد بيها. دي حاجة حلوة جدا وبتحسسك بالإنجاز، ودي من أسهل طرق، يعني كمان بجانب ان هي بتحسسك بالإنجاز، هي من أسهل طرق الربح اللي موجودة دلوقتي. تمام. ف انا قعدت 10 سنين مش عارفة اخد الخطوة، عمالة اتفرج على اليوتيوبرز الناجحين واشوفهم بيبنوا القنوات بتاعتهم من الصفر خالص، من البداية لحد ما بينجحوا، لحد ما بيوصلوا لان هم فعلا. بدأت اشوف ناس بتحقق احلامها، ناس بتشتري بيت احلامها، ناس بتشتري عربية احلامها، ناس بتبدأ بيزنس، وانا زي ما انا لسه واقفة في مكاني عمالة اتفرج من بعيد. ف وطبعا انا كده مش لوحدي كده في الموضوع ده. اعتقد ان في منكم ناس كتير بيبقى عندها رهبة، بيبقى عندها خوف ان هي تبدأ اي حاجة في حياتها، تبدأ بيزنس، تبدأ محتوى يوتيوب، تبدأ تعليق صوتي، تبدأ اي حاجة. في ناس بيبقى عندها عقبات زي ما انا كان عندي عقبات، ولكن العقبات دي احنا عايزين نفرق بين هل هي عقبات حقيقية فعلا، ولا عقبات مخنا اللي بيصطنعها لينا عشان يعطلنا. لا اصلا انا بيتي مش جاهز، لا اصلا ما عنديش كورنر حلو اصور فيه، لا اصلا انا مش معايا فلوس ولا بادجت مناسبه لان انا افتح بيزنس كذا كذا كذا، لا الخوف، لا هفشل، مش هلاقي كلاينتس ولا عملاء ولا الكلام من ده. ف لازم ومهم جدا ان انت تفرقي بين ان هل العقبات دي حقيقيه فعلا، ولا العقبات دي عقلك هو اللي مصورها لك علشان رهبتك، او عامل لك رهبه من الموضوع وانت خايفه تبداي وخايفه تخوضي التجربه، فعشان كده عقلك بيقعد يحط لك عقبات. تمام. انا حبيت اعمل معاكم الفيديو ده كبدايه، وعايزه اقول لك ان الحل في الموضوع ده كله ان انت ابدأي حتى لو انت مش جاهزه. لو انت عايزه تعملي صناعه محتوى، ودي حاجه طبعا مهمه جدا 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 في 2026 اللي احنا عايشين فيها. الناس كلها دلوقتي بقت بتعمل محتوى وبقت بتنجح وبقت بتكبر، فانصحك ان انت ابدأي على طول. الموضوع بسيط ومش صعب، وانت لما تجربي بنفسك هتعرفي انه ما كانش مستاهل كل الرهبه وكل الخوف اللي كان جواكي ده، وان مخك كان مكبر لك الموضوع قوي. الموضوع بسيط، مش صعب جدا ولا صعب اصلا خالص زي ما انت كنتي فاكره. حتى لو هيبقى عندك اخطاء في الاول عادي جدا، هتتعلمي منها وهتحسنيها وهتطوريها واحده واحده. الاخطاء دي هتروح معاكي وهتقل، وهتحسي بثقه وانت بتتكلمي، وهتحسي بثقه وانت بتقدمي محتوى. فانا نصيحتي ليكي ان انت ابدأي على طول، خدي خطوه زي ما انا عملت كده. افتحي الكاميرا، اتكلمي، عندك معلومه في اي حاجه تقدري تفيدي بيها اي حد، اطلعي قوليها. يا ريت يعني نبعد عن المحتوى السخيف والمحتوى التافه او الترندات او كده، لان طبعا الترند ده بيفرقع كده لمده حاجه معينه، يومين 3 اسبوع، وبعد كده بينتهي. فاحنا عايزين حاجه تكون دايما الناس تقدر ان هي تستفيد منها. فيديوهاتك الناس تقدر ان هي ترجع لها من وقت للتاني علشان تاخد معلومه معينه انت قلتيها، ما تبقاش حاجه لفتره مؤقته فرقعت وخلاص انتهت يعني. تمام. فانا في قنوات كتير كنت بتفرج عليها بصراحه، هي اللي شجعتني ان انا ابدا المحتوى على طول، لان ناس بتطلع بطبيعتها جدا، بتتكلم عن يومها، ناس مش مثاليه، مش بيرفكت، مش بتسعى للكمال، زي مثلا قناه انعام حسن وقناه زيزي بنك. القناتين دول بصراحه انا بحبهم جدا، يعني بضيع عليهم وقت كبير، بتعلم منهم، بشوف تلقائيه، بشوف ناس فعلا عرفت ان هي تنجح. مشترك ما بينهم كمان ان هم منفصلات هما الاثنين، فما شاء الله ربنا يبارك لهم، نجحوا، عرفوا ان هم ينجحوا، يعني ما خافوش من صناعه المحتوى. ناس طبيعيه جدا عاديه، ما هياش عايشه في برج عالي وبتكلمك من برج عالي وبتزيف لك الحقائق وبتدي لك حاجات وهميه ما هياش حقيقيه. انا عايشه في المكان الفلاني وبشرب الكوفي الصبح ومش عارف ايه. لا لا لا، ناس عاديه جدا، وتقدري تتعلمي منهم ويقدروا يجرؤوكي على ان انت تعملي صناعه محتوى لو انت طبعا حابه تبداي في المجال ده. فنصيحتي ليكي شوفي انت عايزه تبداي صناعه محتوى في اي مجال انت حباه او حاسه ان انت عندك معلومات تقدري تقدميها تفيدي الناس فيها،
وتابعي ناس بتتكلم عن نفس الموضوع وخدي منهم افكار، وشوفي افكار الفيديوهات اللي هم عاملينها، وابدأي في الاول بالتقليد، ان انت تقلدي، تشوفي المحتوى ده معمول ازاي، بيتكلم عن ايه اهم النقط اللي تناولها الموضوع ده، وابدأي اعملي فيديو انت كمان زيه